الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في دقائق معدودة بضيق الوقت سأقول ما ليس أحد قال. الدين كان مقبول للمسلمين عامة. ليه؟ ما فيش حد أبدا أشار للشيء اللي احنا كنا نشوفه من النيل. كان يجي يموت ناس ويحيي ناس، يموت أرض ويحيي أرض، ويموت أرض ويحيي الدنيا كلها تموت وتحيا تاني في شهور قليلة. يمتلئ النار، يمتلئ النيل وفي شهور قليلة نبدأ نستبدل الشيء المحمود من الراح والشيء المبذول الجاي. كل ده اتنسى ما حدش قال. دي نقطة. النقطة الثانية، العلم كله في العالم كله نشأ من نهر النيل. لأنه أثناء النيل لما يكمل ويطلع بدأ نعمل طرق، نعمل كباري، نعمل فنادق، نعمل كذا عشان نتحاشى الموت وفي نفس الوقت نستفيد بأكبر كمية من الماء. دي نقطة. النقطة الثانية اتعمل أي نعم سليمة، بس إحنا طبعا ما عرفناش نسوق هذه السلوك. النقطة مهمة جدا، بالرغم إنه النيل هبة الله في الأرض وفي نفس الوقت في السماء. يعني كل الأديان أشارت إلى النيل وأشارت إلى البقعة المكبرة في مصر. الكيلو متر مربع، مليون كيلو متر مربع مصر هي نقطة تلاقي ثلاث دول. نقطة تلاقي ثلاث دول، وهي موقع السلام للعالم كله في النقطة دي. السلام كله موجود في مصر في هذه الأيام. الشيء اللي أنا أذكره يعني ما أعرفش أنا، الشيء اللي أنا أحب أقوله إنه النيل ذكر في القرآن أكثر من مرة على أساس ثقافة للناس.